يا ترى هل عمرك اشتغلت في مشروع جماعي وحسيت انك مش بتدي نفس المجهود اللي كنت هتديه لو انت كنت لوحدك؟ لو ده بيحصل معاك فده مش كسل منك خالص، دي ظاهرة اسمها التقاعس الاجتماعي. يعني ايه التقاعس الاجتماعي؟ التقاعس الاجتماعي معناه ميل الانسان انه يقلل مجهوده لما يكون بيشتغل وسط مجموعة، خاصة لو محدش هيلاحظ الفرق قوي او مش واضح الدور بتاعه. علماء النفس اكتشفوا ده من زمان لما عملوا تجربة على سحب الحبل. اكتشفوا ان كل ما عدد الناس بيزيد كل واحد فيهم مجهوده بيقل. يعني بدل ما 8 أشخاص هيسحبوا بقوة 8 أفراد، النتيجة كانت أقل من كده بكتير، لأن كل واحد ساب المسؤولية على الباقيين أكتر. وفي تجربة تانية خلوا الناس يزعقوا لوحدهم، جابوا مجموعة من الناس وكل واحد يزعق لوحده، وبعدين خلوهم يزعقوا مع بعض، فكانت النتيجة إن صوت كل واحد كان أضعف وسط المجموعة. المخ هنا بيقولك ايه؟ بيقولك طالما في ناس تانية هتعمل اللي انا هعمله، فليه ارهق نفسي بزيادة، او ليه ارهق نفسي اصلا؟ الكاتب في كتاب أنت لست ذكيا إلى هذا الحد بيشرح لنا إن العقل بيحب يوزع المسؤولية على غيره لما يكون وسط ناس كتير، وده بيخلينا نشتغل أقل بدون ما نحس. في أمثلة كتيرة من حياتنا اليومية، زي مثلا لو في شغل في فريق تلاقي في واحد منهم ممكن يكون بيعمل الشغل كله أو عدد قليل والباقيين بيتفرجوا، الباقيين مش بيعملوا نفس المجهود، مع إن كل واحد لو كان اشتغل لوحده كانوا عملوا حاجات أعلى. لما تكون في جروب مثلا على الواتساب خاص بالشغل تلاقي في ناس بس بتقرأ لكن ولا بتشارك ولا بتقترح أي شيء. مثلا برضو لو اتطلب منك تجيب متبرعين لقضية إنسانية معينة، ممكن لو انت لوحدك تتحرك أسرع، لكن لو قالوا لك هتكون مع 50 شخص ممكن تقوم قايل غيري هيتصرف، فخلاص مش مهم الدور اللي أنا هعمله بنفس الحماس الأولاني. طب هل ده يا ترى معناه ان احنا ما نعملش عمل جماعي؟ خالص، بالعكس، لأن أي عمل جماعي هو اللبنة الأولى لنجاح المشروع بشكل كبير. ولكن عشان نحل المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي التقاعس الاجتماعي، لازم ناخد بالنا من 3 حاجات مهمة. الدراسات بتقول إن أول حاجة لابد من تحديد الأدوار بدقة، كل واحد يبقى عارف بالظبط هو هيعمل ايه، ومحدش يتساب من غير اي وصف وظيفي او محددات وظيفية مظبوطة. رقم 2، لابد من المحاسبة الفردية، يعني كل واحد يتحاسب على اللي عمله، مش الفريق كله ياخد تقييم واحد. في تقييم عام للفريق، ولكن لابد من تقييم فردي ومحاسبة فردية لكل واحد. ورقم 3، لابد من تصغير عدد الفريق الواحد، لأن كل ما العدد بيقل كل فرد فيه بيحس إن مجهوده مهم ومجهوده عرضة للنظر مش عرضة للاختفاء. ولا بد مع كل دول إن احنا ننبه على الوازع الأخلاقي ووازع الضمير والوازع الديني عند الناس، لأن ده بيقوي عندهم المراقبة الذاتية. الخلاصة هنا إن التقاعس الاجتماعي مش عيب فيك، هو خلل بيحصل طبيعي في المخ وسط الزحمة، لكن الوعي بيه هو أول خطوة عشان تعرف تتغلب عليه. لما تشتغل في فريق بعد كده اسأل نفسك، هل أنا فعلا بشتغل ولا مستني غيري يشيل المسؤولية وخلاص؟ وإيه اللي ممكن أعمله عشان أبقى بجد عنصر فعال مؤثر محسن متقن؟